السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ. ما تيجوا نحضر النهارده غدا الويك اند او غدا الاجازه. طول الاسبوع بناكل حاجات بسيطه وحاجات سريعه او بواقي الاكل. النهارده اجازه نعمل غدوه حلوه كده مع بعض، ونلم افراد الاسره على السفره ونتغدى كلنا مع بعض غدوه حلوه ولذيذه ومغذيه وحاجه جديده. هنعمل النهارده مع بعض كباب حل على الطريقه الاسيويه، او ستيك لحمه بالبطاطس على الطريقه الاسيويه. ومش معنى ان هي على الطريقه الاسيويه ان هي المكونات صعبه او مش موجوده، ان شاء الله كلها موجوده وفي بدائل ليها هقول لكم عليها. وعملت جنبهم شويه رز بالمستكه كده يستاهلوا بقكم. ويلا نبدا الوصفه. السلام عليكم، معاكم مها من مطبخ المهندسه. المقادير عبارة عن بصل وتوم وزنجبيل بودر أو فريش الموجود، رشة حبهان، رشة من كباب الصيني، واللي مش عايز يحط كباب الصيني أو جوز الطيب يحط كباب الصيني بدلها، شوية سوداني أو أي نوع من المكسرات. هطحنهم كويس في الكبة، أخليهم بيوريه أو معجون كده، وأجيب الحلة بتاعتي أحط فيها شوية زيت صغيرين، تمام، وانزل عليها بالايه بالخلطه او الفرسه اللي احنا ضربناها في الكبه دي. اديها تحميصه حلوه كده وما تقلوش خالص، هي هتلزق في قاعده الحله، لكن كل ده هيطلع مع السوائل ومع ايه مع تسويه اللحم. احط كل المكونات كده مع بعضها لحد ما اشم الريحه والاقي الفرسه او الخلطه دي اتحمصت. بعد كده عندي كيلو من اللحم قطعته مكعبات متوسطه، لا صغيره ولا كبيره، وهنزل بيها على الخلطه دي وتقلبتين ثلاثه كده لحد ما ياخدوا لون. وبعد كده هنزل بثمرتين من الطماطم متقطعين مكعب مكعب، وطبعا اكل اسيوي يعني صويا صوص. الصويا صوص دي طلعت خفيفه وحطيت كميه كبيره، حتى في وسط الوصفه زودت صويا صوص. قلبت المقدار وبعد كده زودت ميه مغليه وزودت صويا صوص زي ما قلت لكم اهو، واسيب المقدار كله يغلي مع بعضه كده. كنت بدوق الطعم بتاعه، طبعا انا زودت ملح، وهنا زودت صويا صوص برضو. حطيت ورقه لوري واسيبهم يستوي تماما، مش تماما، حوالي 90 او 95%. كنت بعمل الرز على العين التانية. لسه في خطوات في الوصفه تاني انا بوريكم ازاي ان هي استوت حوالي 95%. كنت محضره بطاطس مكعبات وحمرتها عشان ما تتهريش معانا في الوصفه. ده لبن جوز هند. مفيش لبن جوز هند، هنجيب نص كوبايه من اللبن العادي وهنغلي معاهم شويه جوز هند ونسيبهم شويه، وبعد كده نصفيه ونستخدمه. حطيته على الوصفه، وبعد كده البطاطس المكعبات المتحمره اللي قلت لكم عليها، وثمره من الفلفل الحامي. طبعا اكل اسيوي يبقى ايه سبايسي شويه. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه ونديهم غلوه كده لحد ما يندمجوا والصوص يقل شويه، ويبقى الاكله بتاعتنا استوت وجاهزه على الايه على الغرف. اهي كده الاكله بتاعتنا جاهزه. حضرت شويه رز بالمستكه جنب الوصفه كده، كنت محمره بصل حطيته على الوش، والف هنا. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.